ولادك نفسهم ياكلوا حاجة حلوة والميزانية محدودة، ايه رأيك ان النهاردة ان شاء الله هنعمل كوكيز اقتصادي؟ ايوه اقتصادي، زي ما بقولكوا كده. الكوكيز بتاع النهاردة معمول بدون بيض، معمول كمان بدون زبدة، بدون لبن، يعني حاجة اقتصادية كده وعلى قد الايد. عايزه اقول لكم ان هو من جوه واخد طعم الكيك، يعني من جوه طري كده زي طعم الكيك بالظبط، ومن بره بيقرمش كده او هش من بره. ايه رأيكم ندخل ونشوف الفيديو؟ بس قبل ما نشوف الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا ندخل ونشوف عملنا ايه. اول حاجة عندي المقادير الجافة، عندي 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق ده جميع الاغراض وجايباه سايب، بس الكوباية اما اجي اعايرها زي ما انتوا شايفين بالمعلقة كده، بحط في قلب الكوباية. اهم حاجة ان انا ما اخبطش الكوباية. معيار ال4 كوبايات بالطريقة دي بيديني نص كيلو، والكوبايتين منهم ربع كيلو. للناس اللي ما فيش عندها ميزان، اهم حاجة اللي انا بملاها بدون ما اخبط عليها، وبعد كده بساوي الوش بتاعها. زي ما اتفقنا ال4 منهم نص كيلو، انا عاملة اقل من نص كيلو، انا عاملة 3 كوبايات بس. وعندي 4 معالق كبار من الكاكاو الخام. وطبعا كل ما بتجيبي نوعية حلوة من الكاكاو هيديكي طعم احلى للكوكيز، بالاخص اللي احنا مش حاطين له ولا زبدة ولا بيض ولا لبن، فلازم اختار نوعية كويسة من الكاكاو. ده كاكاو اسباني، حطيت منه 4 معالق كبار. وبعد كده هضيف كمان عليه كيس من القهوة سريعة الذوبان. عايزة اقول لكم ان هي بتعزز اكتر طعم الكاكاو. كيس واحد بس هيفرق معانا، بالاخص اللي انا عاملاه بالمية مش عاملاه باللبن، فده برضو اساسي مع الكاكاو. وحطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنخل المكونات الجافة دي مع بعضها. يبقى انا حطيت 3 كوبايات من الدقيق، حطيت 4 معالق كبار هرميين من الكاكاو الخام، وحطيت كيس من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وحطيت ذرة ملح، ونخلت المكونات الجافة دي كلها مع بعض. بعد كده ضفت كوباية من السكر. السكر هنا ناعم، عايزاه يكون سكر ناعم اللي هو بيكون صغير خالص. طب لو خشن هاخد كوباية السكر دي هطحنها في المطحنة عشان تديني سكر ناعم. بعد كده هضيف 3 معالق كبار من السمنة. انا ضفت معلقتين هنا، بس في معلقة تالتة ما بانتش. هتضيفي 3 معالق كبار من السمنة. وبعد كده هتخلطي المكونات دي كلها مع بعضها. في اضافة دلوقتي هضيفها، ودي اختياري، بس طبعا بتعزز من طعم الكوكيز، وبتخلي قلبه من جوه بيكون قلبه ما بتيجي تفتحيه كده بتلاقي الشوكولاتة سايحة من جواه. اللي انا زي ما انتوا شايفين كده بكف ايدي كده، او نص كوباية من الشوكليت، او الشوكولاتة مبشورة، او اللي هو شوكليت شيبس. اي شوكليت عندكم ممكن ان انتوا تعملوه. هنا بقى اما جيت اضيف المواد السائله زي ما انتوا شايفين انا بحط شويه بشويه كده. انا ما حبيتش ان انا املى الكوبايه عشان ما اضيفش كميه كبيره من الميه. انا كل شويه بحط شويه صغيرين كده في قلب الكوبايه عشان ما يكونش غصب عني وانا بضيف ممكن ان انا احط بزياده. فشويه بشويه كده ضفت حوالي ربع كوبايه على 4 مرات، يعني كل ربع يعني يعتبر كوبايه الا ربع ضفتها، او كوبايه ضفتها. اهم حاجه ان انا بوصل للعجينه ان العجينه تتماسك معايا. وزي ما انتوا شايفين مش بملى الكوبايه على الاخر، لا شويه بشويه كاني بحط بق بق كده، بس مش عايزه املى الكوبايه عشان الكوبايه ما تخنيش، واللي انا اضيفها كلها مره واحده والاقي المكونات عندي محتاجه دقيق، واللي انا هغير من طعم الكوكيز معايا. هفضل بقى الم معايا العجينه دي لغايه ما تتلم، بلمها بالميه. طبعا لو انت عايزه تضيفي حليب هيكون احسن وهيكون اطعم كمان، بس احنا بنعمل حاجات اقتصاديه. يعني لو مفيش عندك لبن الوصفه مش هتقف على اللبن، مفيش عندك زبده الوصفه مش هتقف على الزبده واستبدلناها بالسمنه. كمان لو مفيش عندك بيض عملناها بدون بيض اهوت، وهتطلع النتيجه روعه باذن الله وهتعجبكم، وحاجه سهله وبسيطه. وعايزه اقولك ان هي مش هتاخد منك وقت خالص. اهم حاجة اللي انا بلم المقادير مش بعجن. انا مش عايزة اعجنها عشان ما تطلعش ناشفة معايا او تكون محجرة معايا. وزي ما انتم ملاحظين برضو بفضل اضيف شوية بشوية كده لغاية ما الاقي العجينة اتلمت معايا. وده شكل العجينة بعد ما اتلمت اهي. اهم حاجة اللي انا بس بخلطها كويس مع بعض عشان كمان اتأكد ان المكونات الجافة كمان كلها اندمجت مع بعض مع المية.
هنا خلاص بعد ما خلصتها، هنا في الوقت ده كنت انا شغلت الفرن، يعني انا خلصتها وشغلت الفرن، شغلته على 180. بعد كده هجيب صينية هدهنها دهنة زيت بسيطة خالص، او لو انتي حابة ان انتي تفرشي في قلب الصينية ورق زبدة براحتك. احنا قلنا نعملها حاجة اقتصادية برضو، مش شرط ان احنا نفرد ورق زبدة. حطيت دهنة زيت بسيطة خالص، وبعد كده جبت معلقة اللي هي المعالق المعيارية، عشان عايزة كله يكون حجم واحد. ممكن تعمليه كده بالنظر عادي، مفيش اي مشكلة. هنا باخد الكورة بكورها، لو انتي حابة ان هي تكون مبططة براحتك، هو هيفرش بس مش هيفرش قوي، لان البيكنج باودر اللي انا حطاه مش حاطه كتير، انا بس حاطه مجرد معلقة كبيرة. مجرد بس اللي انا باخد بالمعلقة كده واكورها واحط في قلب الصينية، بس برضو ببعد كل واحدة عن التانية، عشان ممكن ان هي تفرش، يعني انت لسه ما تعرفيش ان هي هتفرش ولا لا. فاي نواعم انت بتعمليها لازم تسيبي مسافة ما بينهم، عشان لما بتخش الفرن بتفرش معانا. هنا بعملها اهوت، بكورها واحطها في قلب الصينية. هقول المقادير تاني سريعا. كنت انا عملت المقادير ايه: عملت 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق طبعا هننخله، نخلت عليه كمان، حطيت 4 معالق كبار من الكاكاو، حطيت كمان عليهم كيس من القهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، حطيت ذرة الملح، ونخلت المكونات دي كلها مع بعضها. بعد كده ضفت كوباية كبيرة من السكر ناعم، وقلنا لو السكر عندك خشن هتاخدي الكوباية دي تطحنيها وتضيفيها عليهم. بعد كده خلطت المكونات دي مع بعضها، وضفت في حدود كده نص كوباية او ربع كوباية من الشوكولات. اي نوع شوكولات عندك ممكن ان انت تضيفيه عادي براحتك، والاضافة دي اختياري، بس هي بتغير من طعم الكوكيز، بتعزز من طعمه، بتخلي طعمه تحفة. بعد كده قلبت المكونات دي مع بعضها، وبعد كده ضفت المية بالتدريج لغاية ما اتكونت معايا عجينة. هنا جبت المعلقة وبعملها بيها، عشان عايزة كلها يكون حجمها واحد. يستحسن ان انتي بعد ما تخلصيها ان انتي تحطيها في قلب التلاجة كده ساعة، وبعد كده ان انتي تسويها في قلب الفرن. بس انا بعد ما خلصتها دخلتها الفرن على طول. وميزة الكوكيز بتاع النهاردة ان هي كل المكونات كلها على بعضها، يعني مش هتعملي حاجة وتضيفي حاجة بعديها وكده، لا، كل المكونات كلها مع بعضها، وبعد كده بتخلطيها وهتكون معاكي عجينة، وبعد كده تقوريها وتحطيها في الصينية على طول. مفيش اسهل من كده. الكوكيز بتاع النهاردة الناس اللي هم عشاق القهوة، لو اخدوا واحدة منها جنب القهوة ليها طعم تاني، طعمها تحفة. والكيس اللي هو القهوة بتاعت سريعة الذوبان ده اللي انا ضفته معاها معزز من طعمها، وطعمها تحفة. يعني طعمها مع الشاي مع القهوة غير الشاي خالص. الناس عشاق القهوة ياخدوا واحدة بس كده جنب القهوة وهيدعولي. بعد كده جبت اللي هو الشوكليت اللي هو الشيبس ده، وبعد كده ضفته على الوش. لو ما فيش عندك ممكن تجيبي اللي هو الشوكليت اللي هي العادية، وتقطعيها كده مكعبات وتحطيها على وش الكوكيز عادي المتاح عندك. ممكن تسيبيه سادة كده براحتك، بس هتكتري من الشوكليت في قلب العجينة، عشان تبقى واخدة برضو من طعمها. هنا زي ما اتفقنا انا هحط الشوكليت ده على العجينة، وفي الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن زي ما اتفقنا على 180. انا هدخلها الفرن بس دقيقة او دقيقتين على الدرجة دي، وبعد كده ههدي النار على 100 على 140 كمان. ليه؟ لانها زي ما انتوا شايفين قلبها كله عجينة. انا مش عايزة ادخلها الفرن يكون الفرن درجته عالية ان هي تستوي من فوق ومن تحت والاقي قلبها عجينة. لا، انا عايزة النار تكون هادية شوية، عشان الاقي الكوكيز معايا استوى من النص. وزي ما اتفقنا هي قلبها بيكون طري. ده نوع كوكيز، احنا زي ما اتفق، يعني زي ما احنا عارفين ان في انواع بسكوتات كتيرة بتختلف نوع عن التاني، ده برضو بيختلف عن نوع عن التاني. طعمه حلو جدا، هيعجبكم، بالاخص الاطفال اللي مش بتعرف تاكل الحاجات الناشفه، اللي هي لسه بتبتدي ان هي تاكل. الكوكيز ده هيعجبها قوي، لانه هيكون طري على بقها، او طري على اسنانها. هدخله بقى، وبعد ما يدخل الفرن هنشوف الشكل بتاعه عامل ازاي. ده شكله بعد ما خرج من الفرن.
عايزة اقولك ان الوصفة على بعضها ما تكملش نص ساعة. يعني قبل نص ساعة هتكوني محضرة الوصفة دي. يعني ولادك لو طلبوا منك في الوقت ده ان انتي تعمليها، هتقومي حالا وتعمليها ومش هتاخد منك وقت. طبعا المكونات بتاعتها موجودة عندنا، بيكون موجود عندنا الكاكاو وموجود عندنا السكر الدقيق. يعني مكوناتها موجودة في كل بيت، ما جبناش حاجات من بره. انا دايما اما باجي بجيب مثلا التزاماتي بتاعت كل شهر، بكون جايبه كام كيس بيكنج باودر، بكون جايبه كام كيس فانيليا. وعلى فكره انا هنا ما ضفتش فانيليا لانها مش محتاجه، لان ما فيش فيها بيض. وكمان الكاكاو طعمه بيكون مغطي معايا على طعم الكوكيز. يعني انا مش محتاجه ان انا احط فانيليا، لان ما فيش فيها اي زفاره، ده اللي انا اقصده. وحتى اوقات كتيرة ما بكون حاطة كاكاو ونسبته كتيرة حتى في كيكة، بكون مش محتاجة ان انا اضيف فانيليا، لان الكاكاو بيضيع برضو ريحة اي زفارة. ده شكل الكوكيز، ما يغركوش الشكل بتاعه، بس طعمه روعة. عايزة اقول لكم ان انتوا بتاكلوكوا ده كده، يعني مش عارفين ده طعم كوكيز ولا طعم كيك. طعمه حلو قوي وهيعجبكم، وزي ما اتفقنا سهل وبسيط واقتصادي وهيتعمل بسرعة. ده قلبه اهو من جوه، شايفين الشوكولاتة من جوه دايبة سايحة، من جوه دايب، وطعمها تحفة قوي. هتعجبكم بأمر الله. لو انتوا حابين تكتروا من الشوكولاتة جواها، طبعا كل ما بتكتروا كل ما بتسيح جواها، وكل ما بتديها طعم اكتر وبتعزز من طعمها اكتر واكتر. طبعا انتي لو حابة تحفظيها، تجيبي اي علبة عندك فاضية، هتحطيها في قلب منها وتطلعي على القد. طبعا لو انتي حابة ان انتي تعملي اكتر من كده، هتضاعفي الكمية. زي ما قلتلك انا عاملة اقل من نص كيلو. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم